وصحيت من النوم قلت ايه، اغير الجو بتاع الاوضه كده وافتح الشبابيك وهوي الدنيا. جيت افتح الشباك، لقيت شكل الستاره لا يسر عدو ولا حبيب. قلت لا، دي لازم تنزل. عارفين الستاير دي عذاب بالنسبه لي، مش من الستاير اللي هي في مواسير، لا، دي الستاير اللي مدقوقه في الخشب. اه والله العظيم زي ما سمعتوا كده، مدقوقه بمسامير في خشب. يعني لازم زراديه واطلع المسامير عشان انزل حته القماشه اللي فوق اللي انتوا شايفينها فوق، علشان خاطر تتغسل. انا كنت كده كده نزلت منها، هي دبل. انا نزلت منها اللي انتوا شايفينها دي، وشلت منها الدبابيس بتاعتها. والتانية برضو هي غلبة بصراحة، بان الواحد بيتعلق ويقعد ينزل واحدة واحدة، وبعدين انزل الخشبة كلها، وبعدين شغلانة شغلانة يعني. بس قلت ايه، شوية نشاط كده عشان الواحد ايه. انا لما بعمل، انا من الناس اللي لما تعمل حاجة في البيت بحس براحة، بحس ان انا عملت انجزت حاجه كده. قلت يا بنتي سيبي التليفون من ايديكي بقى، ما منوش فايده ومنوش لازمه، وريحه التراب اللي طالعه من الستاير دي لازم تتغسل. هو انا هغسل الستاير لوحديها؟ ابدا، لا يمكن، لا يمكن يحصل ان انا اغسل الستاير لوحدي. لما بنشغل الغساله بتلاقوا الغساله لمت مفارش، سراير، على غيارين للعيال، على مش عارفه مين، مفرش ايه المهم كوم غسيل. المهم ان المفروض ان ده كله يخلص، والواحد ايه بعديها بيحس براحه، تحسي ان انتي مرتاحه. جيت نزلت الستاير وقلت ايه، انقعها في شويه ميه كده، خليها تنزل التراب اللي فيها. لاحسن انا لو حطيتها في الغساله بالمنظر ده هتقلب الغساله، هيبقى الميه بتاعت الغساله ما تتشافش، وانا بصراحه مش هغسلها لوحديها. نقعتها في الميه شويه كده، ورحت بعد كده ايه، رحت مشغله عليهم الغساله. بس زي ما قلت لكم في الاول كده، الموضوع ما كانش ستاير بس، لميت كمان فرش السراير بالمره. وعلى بال بقى ما الغساله تلف اللفه بتاعتها وتخلص الدور بتاعها، اكون انا عملت ايه يا حبايبي، اكون انا رحت بقى ايه، قودت نفسي كده وشحنت سندوتش كده وكوبايه شاي، على اساس ان الواحد ايه، يفضل شغال طول اليوم. انا ما كنتش من الناس اللي ابدا تفطر الصبح، لكن مؤخرا لازم افطر عشان اقدر اكمل، والا مش ممكن ما كملش. بمعنى ما كملش، ممكن ما افطرش اصلا. يعني لو ما فطرتش في ميعادي الصبح، باقي اليوم بالنسبه لي هيبقى من غير فطار. يعني ندخل على الغدا، والغدا طبعا انا باخره. عملت بقى كوبايه الشاي وعملت السندوتش، وقلت بقى ايه، على بال ما الغساله تاخد دورها اكون انا خلصت وارتحت، اعصر اللي فيها واشطفه واحطه على الحبل. بصراحه اليوم كان جميل، بحس براحه نفسيه كده مع الغسيل لما بنجز حاجه في البيت. بس بصوا كان مستنيني ايه بقى، شايفين ده كله؟ لسه هنخلص الغسيل وندخل على المطبخ. بصراحة الواحد لما بيرتب البيت وينظفه ويعيش فيه نضيف بيبقى مرتاح. شوفوا لي بقى رصة غسيلي وجمال رصة غسيلي على الحبل. هل أنا هسيب الغسيل على الحبل؟ ابدا، انا كده كنت نشرت الستاير الطويله ولميتها. شايفين اللي هي في الحبل التاني دي، دي بقى اللي هي بتاعت البلتكنه من فوق، دي اللي بتدق بمسامير. خلاص خلصت، اه خلصت. وكل غسيلي كده على الحبل. انا بحب غسيل الصيف قوي 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 قوي. ليه بقى؟ لاني يا دوب بنشره وارجع المه، غير بتاع الشتاء بيقعد بالايام على الحبل، بيبقى الهدوم تقيله وبتاخد فتره على بال ما بتنشف. ركبت ستايري، بصوا بقى، بصوا.